السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم بيوم جديد بموعد جديد على قناتكم ميكس سبورت. استمرار القبض على الصدارة من لاعبي نادي أهلي حلب. كيف مشينا؟ ما بنتركها، لا والله ما بنتركها. المباريات، نتائج المباريات كلها يلي صارت بجولة 23. الكرامة تعادل مع الطليعة 2-2. الكرامة هو ملاحق لأهلي حلب بعد حمص الفداء، والوحدة الكرامة هو الملاحق لأهلي حلب. أهلي حلب المتمسك بالصدارة فاز على نادي تشرين 2-1 بهدف قاتل. الشعلة يلي أخذ نقطة ثمينة، أخذ نقطة من مين؟ وصيف الدوري، صاحب المركز الثاني لحد الآن، نادي حمص الفداء يلي خينوه لنادي أهلي حلب، بس اليوم توسع الفارق لثلاث نقاط. جايكم بالحديث. اتعادل مع نادي الشعلة 0-0. أمية مباراة الديربي، مباراة الزيتون إدلب الخضراء، مباراة الديربي أمية ربح على خان شيخون 2-0. الوحدة يلي ملاحق لحمص الفداء ونادي أهلي حلب عم بيفوز على نادي الفتوة بهدفين مقابل لا شيء. الحرية عم يخسر مع الأسف من نادي الجيش 2-0. الحرية يلي عطى بمرحلة الإياب أو بمرحلة قدوم الكابتن عبد الرزاق حسين مباريات كتير ممتازة وفوز بالخمسة وبالستة، مع الأسف بيخسر قدام الجيش. هاي المباراة الثانية يلي خسرها على التوالي نادي الحرية، هالمرة قدام نادي الجيش 2-0. خسارة جبلة مباراة الساحل، خسارة جبلة قدام حطين 2-1. وفوز نادي دمشق الأهلي يلي بدي يخليه يعزز من تقدمه نحو الأماكن الدافئة، فوزوا على نادي الشرطة 2-1. هلا لنشوف الترتيب للدوري السوري. الترتيب: نادي أهلي حلب بالمركز الأول ب 54 نقطة بعد فوزه على تشرين. نادي حمص الفداء ب 51 نقطة، 51 صار الفارق 3 نقاط. نادي الوحدة 48 نقطة، كمان في فرق 3. نادي الوحدة. نادي الكرامة ب 39 نقطة. إذن من نادي بنشوف المراكز الأولى، الثلاثة الأولى هي اللي متصدرة، يعني هي أول ثاني ثالث، وبصير بعدها نادي الكرامة ب 39 يعني من 8. نادي الوحدة 48، نادي الكرامة 39، يعني في فرق 9 نقاط، في فرق كبير. نادي حطين بالمركز الخامس ب 39 نقطة كمان. نادي تشرين، نادي البحارة ب 34 نقطة. المركز السابع نادي الطليعة ب 34 نقطة. الجيش يلي فاز على الحرية ب 34 نقطة. التاسع الحرية ب 28 نقطة. العاشر دمشق الأهلي ب 26. مثل ما قلنا لكم دمشق الأهلي بيفوزوا على نادي الشرطة، عزز من حظوظه انه يضل بالدوري، عم بتقرب شوي نادي دمشق الأهلي. 11 نادي الشرطة عم بتراجع، نادي الشرطة يعني صار بأماكن الخطر الهبوط ب 25 نقطة. الفتوة يا حرام 12، مركز 12 ب 24 نقطة. جبلة ب 13 ب 19 نقطة. خان شيخون مركز 14 ب 18 نقطة. أمية بالمركز 15 ب 17 نقطة. والشعلة بالمركز 16 ب 14 نقطة. هذا كان ترتيب الدوري، هاي نتائج الدوري رقم 23. الهدافين: ايمانويل ماهو لاعب نادي اهلي حلب ب 18 هدف، بعده احمد الاحمد ب 15 هدف، بعده محمد مصطفى لاعب الحريه 11 هدف، بعده عبد الرحمن الحسين لاعب الفتوه ب 11 هدف، بعده لاعب دمشق الاهلي ريموكانتو اونوتي 11 هدف. هاي كانت بالنسبه للترتيب المباريات الجولة ال 23 والترتيب والهدافين.
بتمنى أكون نلت إعجابكم. يلي عجبه مقطع الفيديو يضغط لي زر اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.